تدرون هذا الحجر الأسود اللي بالكعبة انسرق لمدة 20 سنة؟ زين شلون رجع بعدين؟ وشلون عرفوا هذا الحجر هو الأصلي مو تقليد؟ بسنة 317 للهجرة أبو طاهر القرمطي سوى هجوم على مكة بموسم الحج، وقتل آلاف من الحجاج بالمسجد الحرام. تخيل كتل الحجاج وهم يطوفون بالكعبة، ودفن الجثث ببئر زمزم، فلشوا أجزاء من الكعبة، شلعوا الحجر الأسود وباقوه. بقى الحجر الأسود عندهم أكثر من 22 سنة. اللي سرقوه هم القرامطة. زين شلون رجع الحجر الأسود؟ صارت بين العباسيين والقرامطة هواي مغايضات، بس القرامطة كانوا يستهزئون بالحج وبالعباسيين، أصلا ما كانوا يعترفون بشرعية الكعبة كقبل. بس بعدين ما أدري شلون الله هداهم ورجعوه. صبح الصبح أهل مكة لقوا الحجر موجود بالكعبة ومخلي له أطار فضي، لأن كان مكسور وصاير 7 قطع. بالبداية كان اكو شك هو لو مو هو، بس بعدين القرشيين واهل مكة والعلماء من اهل مكة عرفوا انه هو الحقيقي، لان ببعض الكسرات والندوب القديمة ونفس الشكل واللون اللي سووه بمكة القرامطة هو ابشع الجرائم بتاريخ الاسلام. القرامطة من الفرق الضالة والمتطرفة اللي انحرفت عن المذهب الشيعي الاصيل، وصاروا اعداء للشيعة اصلا. حتى الشيعة الاثنى عشرية بذاك الوقت برأوا نفسهم منهم وعدوهم من الزنادقة. لهنا وانتهينا، لا تنسى الاعجاب والمتابعة.